بما اننا بنودع خلاص سنه 2025 فتعال اقول لك على افضل 3 منتجات اشتريتهم السنه دي من على موقع نون دوت كوم. ورغم اني اشتريت حاجات كتيره جدا مفيده السنه دي، بس اكيد طبعا مش هقدر اتكلم عن كل المنتجات اللي اشتريتها السنه دي في فيديو واحد. علشان كده في الفيديو ده هقول لك على 3 منتجات من اللي كانوا مؤثرين جدا في يومي. اول منتج معانا، او الحقيقه هما منتجين لنفس الوظيفه، وهما الريست بادز بتوع الكيبورد والماوس. ودول جبتهم على طول بعد ما جالي مشكله في اعصاب ايدي الشمال، وايدي فضلت تعبانه فتره طويله جدا مش عارف اشتغل بيها. والبادز دي عباره عن ميموري فوم طري جدا بتاخد شكل ايدك وبتقلل من الضغط على الاعصاب، ومع الاستخدام فعلا انا حسيت بالفرق وعرفت كمان انها بتريح الايد. تاني منتج معانا وهو الباور بانك ده من يو جرين. انا طول عمري كنت بشتري باور بانكات رخيصه، وكنت بقول ما هو اي باور بانك والسلام، اهم حاجه انه يكون سعره كويس. وكانت بتكون يا اما بطيئه جدا يا دوب اشحن بيها الايربودز او ادوات التصوير، او انها تفضل تشحن الموبايل بتاعي وقت طويل، او حتى تكون مش امان على شحن الموبايل بتاعي. علشان كده الباور بانك ده كان مناسب بالنسبه لي، سعره معقول مقابل الامان اللي بيقدمه، وكمان سرعه شحن 30 واط. والحقيقه كمان ان انا لاحظت ان هو اقل من 10000 ملي امبير، مش زي ما مكتوب ان هو 10000 ملي امبير، ولكن ده ما يمنعش ان هو حقيقي كان منقذ وقت السفر. يعني مثلا مره كنت مسافر طريق 3 ساعات ومفيش اي مصدر تسليه حرفيا غير الموبايل بتاعي، وتقريبا موبايلي شحن مره ونص طول الطريق، وده كان حاجه كويسه جدا. ومره ثانيه لما النور قطع واكتشفت ان اللابتوب فاصل شحن، حرفيا انا قدرت اشحن اللابتوب بتاعي حوالي 30% اكمل فيهم كتابه سكريبت او اتفرج فيهم على فيلم لحد ما الكهرباء ترجع. اما بالنسبه لثالث منتج فالحقيقه اللي انا عاوز اسمعه منك انت، قول لي ايه افضل منتج اشتريته السنه دي من على موقع نون دوت كوم تحت في الكومنتس. واستنوا فيديوهات تانية هكلمكم فيها عن منتجات تانية اشتريتها سنة 2025 لو رجع بيا الزمن تاني اكيد كنت هشتريها. وما تنساش وانت بتشتري من على موقع نون المرة الجاية تستخدم كود من اكواد الخصم اللي ظاهرة قدامك على الشاشة. ولو وصلت لحد هنا اعرف ان انا بحبك. شكرا، اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.